في قلب ولاية مستغانم تقف المدينة القديمة شاهدة على تاريخ يعود إلى العهدين الفينيقي والروماني. معالم بارزة مثل حي الطبانة والمطمر والدرب تروي حكايات قرون مضت. هذه الأحياء العربية القديمة محاطة بسور دفاعي، وحسب الدراسات التاريخية يشير كثير من الرحالة والمؤرخين ومنهم توماس شو يشير إلى أن البنايات القديمة تعود إلى العصر الروماني، وأي مستغانم القديمة تعود إلى العصر الروماني وعرفت باسم موريستاغا، وخاصة الميناء أو المرفأ. لكن أقدم مرفأ في مستغانم يعود إلى العصر الفينيقي وهو ميناء كيزا. كيزا هي قرية فينيقية على مصب أو قريبة من مصب نهر شلف، وهذه ببلدية سيدي بلعطار دائرة عين تادلس. إذن المدينة القديمة سكنها عدد من العرب والبربر، ثم وفد كذلك الأتراك الذين يعني كذلك استوطنوا، والطبقة الأرستقراطية من الأتراك استحوذوا على البساتين هنا قريبة من واد عين صفراء، إضافة إلى اليهود الذين وفدوا فيما بعد وهاجروا من بعد سقوط غرناطة 1492. ورغم قيمتها التاريخية يطال الإهمال هذه الأحياء العتيقة، مبان تتآكل ومعالم تفقد بريقها في غياب جهود الترميم. إذن نتأسف على ما آلت إليه هذه الأحياء العربية القديمة من التراث المادي. إذن هذه البنايات التي هدمت نتأسف لإتلافها، ولم ترمم منذ أن يعني أتلفت، وأدخلت بعض البنايات الحديثة شوهت وطمست أصالة هذه الأحياء العربية. اليوم تبقى الحاجة ملحة لإعادة الحياة إلى هذه المدينة وحماية إرث مستغانم قبل أن يضيع. إحياء مستغانم القديمة واجب لكل من يريد أن يحافظ على ذاكرة الجزائر التاريخية.